زكاة الفطر يا شيخ أن تجيز إخراجها نقدا؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، ويذهب فريق منهم إلى إخراجها نقدا كما هو مذهب الحنفية وكما هو مذهب البخاري وعمر بن عبد العزيز، وكما رخص فيه شيخ الإسلام عند الحاجة، وهو الذي يجري عليه العمل في كثير من الدول الإسلامية. وهناك من العلماء وهو المشهور من يرى إخراجها يعني عينا سواء كانت من الأرز أو من غيره. فأنا أرى أن الأمر فيه سماحة وينبغي عدم التشديد فيه. لا بس يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة الدنانير والدراهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فرض صاعا من، يعني حدد هناك تصريح للجنس وللقدر. ذلك كان هو الأيسر. كانت النقود قليلة، كان البر والشعير والأقط والتمر كانت أمور ميسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الرفق بأمته، فليس في هذا ما يدل على عدم جواز إخراج القيمة، لأن هذا من الأمور المسكوت عنها. إيه بس التصريح لما يقول فرض رسول الله صاعا من بر أو من تمر على الذكر والأنثى لم ينهى عن غير ذلك. والآن الأرز أجازه كل من يفتون بإخراج القيمة فقط، لأنه طعام ولم يكن موجودا، لأنه الطعام يا شيخ، والنقد هو بديل الطعام. والفقير رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن زكاة الفطر؟ قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. والفقير قد يكون في حاجة إلى النقد أكثر من حاجته إلى الطعام الذي يأتي إليه. ولعلكم تدركون أن بعض الفقراء يأتي عنده كمية من الأرز في هذه الأيام ولربما باعها بنصف قيمتها، لأنه في حاجة إلى النقد ليشتري به ملابس لأولاده وحاجات البيت وما يتعلق بذلك. أنت على مذهب أبو حنيفة النعماني، هو يجيز إخراج كل أنواع الزكوات نقدا؟ أنا على المذهب الذي تدل عليه النصوص، وأقتدي بعمر بن عبد العزيز وبالبخاري. والإمام أبو حنيفة إمام معتبر، وآخذ بفتوى شيخ الإسلام أن القيمة تخرج متى دعت الحاجة إلى ذلك، والحاجة أظنها داعية إلى ذلك في هذه الأيام.